السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. في تاريخ 15 يوليو من سنة 2023 كان في بعض الأشخاص بيمروا من منطقة علشان يروحوا لمكان عملهم، والمنطقة دي كانت بالقرب من شريط السكة الحديد، وكان موجود هناك بعض المحلات. الأشخاص اللي كانوا بيمروا وخاصة أصحاب المحلات كانوا ملاحظين إن في عربية واقفة في المكان بقالها فترة طويلة بالقرب من شريط السكة الحديد، وكانوا مش فاهمين هي ليه العربية دي واقفة في المكان ده. ولكن كل ما الوقت كان بيمر كانوا بيلاحظوا إن العربية كانت دايرة ومفيش أي شخص كان بيقرب منها. اعتقدوا في البداية إن ممكن شخص يكون ركنها وراح يقضي أي مصلحة وهيرجع مرة تانية وياخدها ويمشي، ولكن مع مرور الوقت لقوا إن العربية كانت دايرة ومفيش أي حد بيقرب منها. وبدافع الفضول بدأوا إنهم يقربوا من الشبابيك علشان يشوفوا لو في أي رقم ممكن يتواصلوا مع صاحبها يقدروا من خلاله يكلموه ويطلبوا منه إنه يحرك عربيته، أو إنه على الأقل يطفي المحرك الخاص بيها. ولكن في الوقت ده لما كانوا بيدققوا في الشبابيك لقوا إن كان في شخص جوه العربية. بدأوا إنهم يخبطوا على الأبواب والشبابيك في محاولة منهم إنهم يصحوه لأنهم كانوا بيعتقدوا إنه نايم، ولكن الشخص ده ما كانش بيرد عليهم على الإطلاق. وهنا أدرك الأشخاص اللي في المنطقة إن باحتمالية كبيرة إن الشخص ده إما إنه يكون فائد الوعي أو إنه يكون فارق الحياة. استعدوا علشان تسمعوا تفاصيل قصة هتشوفوا فيها إن الضحية ما كانش متآمر عليه شخص واحد، ولكنهم كانوا مجموعة من الأشخاص، وبالرغم من إنهم كانوا مجتمعين على فكرة واحدة بإنهاء حياة الضحية إلا إن كل واحد فيهم كان عنده دافع مختلف عن التاني. قبل ما نبدأ في أحداث قصتنا حابة إني أنوه إن الفيديو ده بالتعاون مع الصديقة والأخت العزيزة ياسمين صاحبة قناة قصص ياسو. طبعا هي غنية عن التعريف ومش محتاجة إن أنا أعرفكم عنها، ولكن حبينا إن الفيديو ده يكون بالتعاون ما بيننا كنوع من نشر روح الأخوة والصداقة في المجال. ياسمين من عتاولة مجال القضايا، بل وإنها كانت من الجيل الأول اللي بدأ في المجال. قضاياها كلها مميزة جدا وبتختارها بعناية شديدة. في نفس التوقيت اللي اتعرض فيه الفيديو اللي قدامكم هتكون هي كمان عرضت فيديو على قناتها. أتمنى منكم إنكم بعد ما تنتهوا من الفيديو عندي تروحوا تتفرجوا عندها وتشوفوا القضية اللي هي بتقدمها، لأنها بالفعل قضية تستحق المشاهدة، فيها تفاصيل كتير جدا واللي ما تخطرش على بال أي حد. وما تنسوش إنكم تدعموها باللايك والشير والسبسكرايب وتبلغوها سلامي وتحياتي الحارة. خلوني ما أطولش عليكم أكتر من كده ويلا بينا نغوص في أعماق قصتنا. بتدور أحداث قصتنا في الهند، وتحديدا في مدينة اسمها هالدواني، واللي بتقع في ولاية أوتركاند. العربية اللي كانت واقفة وكان جواها شخص، ولاحظوا الأشخاص اللي كانوا موجودين في المنطقة، كانت باللون الأزرق. ولما بدأوا إنهم يحاولوا يندهوا عليه أو يصحوه ما كانش بيرد عليهم. وهنا لقوا إن مفيش أي حل غير إنهم يتواصلوا فورا مع الشرطة. الغريب في الموضوع إن لما كانوا بيبصوا جوه العربية لقوا إن الشخص اللي كان جواها ما كانش قاعد في كرسي السائق علشان يقولوا مثلا إنه فقد الوعي أو نام وعلشان كده كان موجود في مكانه، ولكنهم كانوا شايفينه ممدد على الكنبة الخلفية للعربية. البلاغ اللي قدمه الأشخاص اللي لقوا العربية كانوا بيقولوا للشرطة إن شبابيك العربية بالكامل مقفولة، حتى إنهم حاولوا يهزوها ويحركوها من مكانها، والشخص اللي كان جواها ما كانش بيتحرك ولا بيرد عليهم على الإطلاق. بالفعل الشرطة لما وصلوا للمكان وبدأوا إنهم يفحصوا الحالة لقوا إن الكلام اللي ورد ليهم في البلاغ كان صحيح. وهنا لقوا إن مفيش أي حل غير إنهم يستعينوا بشخص يفتح لهم الباب. بالفعل الشخص ده وصل للمكان وفي خلال نص ساعة قدر إنه يفتح لهم الباب الأمامي للعربية، ولكن بمجرد ما الباب اتفتح لقوا إن التكييف حدف عليهم هواء بارد جدا، وده معناه إن العربية كان المكيف فيها شغال، ولكنه كان شغال على درجة قليلة. لما بدأوا إنهم يفحصوا نبض الشخص ده ويشوفوا ضربات قلبه على أمل إنه يكون لسه على قيد الحياة ويطلبوا الإسعاف علشان ينقذوا حياته، ولكن أفراد الشرطة في الوقت ده اتأكدوا إن الشخص اللي قدامهم فارق الحياة، وإنه فارق الحياة من فترة طويلة. على أي حال أفراد الشرطة قرروا إنهم يطلبوا عربية إسعاف علشان ينقلوا الشخص اللي كان جوه العربية لأقرب مستشفى. وهناك الأطباء بالفعل أعلنوا وفاته، وقالوا إنه توفى من أكتر من 12 ساعة وإن مفيش أي مجال لإنقاذ حياته. الغريب في الأمر إن الأطباء اللي كانوا بيفحصوا الشخص ده كانوا متأكدين إنه مفيش في جسده أي نوع من أنواع الإصابات، وكان الأمر غريب جدا بالنسبة لهم لأن وفاته كانت تبان وكأنها وفاة طبيعية. الأزمة اللي كانت بتواجه أفراد الشرطة في الوقت ده إنهم مش عارفين هوية الشخص اللي كان قدامهم، لأن العربية كانت فاضية تماما
وما فيهاش أي نوع من أنواع إثبات الشخصية. طلبوا فحص اللوحة المعدنية للعربية علشان يشوفوا هي ملك مين، وكمان طلبوا من كل مراكز الشرطة في الولاية إنهم لو في أي شخص اتقدم ليهم ببلاغ عن شخص مفقود من قرايبهم أو أسرتهم إنهم يمدوهم بيه فورا. ومن خلال البلاغات اللي كانوا بيفحصوها اتأكدوا إن في بلاغ اتقدم في الليلة السابقة، وتحديدا في تاريخ 14 يوليو من سنة 2023. البلاغ راحت واتقدمت بيه سيدة في مدينة مختلفة عن المدينة اللي لقوا فيها العربية، وكانت رايحة وبتقدم بلاغ إن أخوها واللي اسمه أنكيت شوهان وعمره 32 سنة مفقود تماما ومفيش أي حد قادر يتواصل معاه. ولما سألها أفراد الشرطة هو آخر مرة هي شافته فيها كان إمتى، قالت لهم إنه خرج في صباح اليوم وإنه مرجعش في الميعاد اللي كان المفروض إنه يرجع فيه. وبرغم من محاولاتها المتعددة للتواصل معاه من خلال تليفونه، إلا إن كان تليفونه مقفول تماما. ولما حاولت إنها تتواصل مع الأشخاص اللي كانوا بيعملوا عنده في معرض السيارات، أكدوا ليها بإنه خرج بعد ما انتهى من عمله وإن ما عندهمش أي فكرة هو راح فين. الشرطة في الوقت ده طلبوا من مركز الشرطة اللي اتقدم فيه البلاغ إنهم يستدعوا أسرة الشاب اللي كانوا بيقدموا البلاغ علشان يروحوا للمستشفى ويتعرفوا على الجسد ويشوفوا هل هو بيعود لابنهم ولا لأ. بالفعل أخته لما راحت اتعرفت على جسده ودخلت في حالة من الانهيار. السؤال اللي كانت بتردده إزاي أخوها انتهت حياته، والأطباء في الوقت ده قالوا لها إنهم ما يقدروش يجاوبوها على السؤال ده إلا لما يتم تشريح جسده. ودلوقتي تعالوا نتعرف مين هو أنكيت شوهان. أنكيت كان رجل أعمال مشهور جدا في مدينة هالدواني، كان بيمتلك بعض الأعمال الخاصة بيه واللي ورثها عن أبوه بعد وفاته. كان بيمتلك معارض متعددة للسيارات بالإضافة لمركز صيانة وبيع قطع غيار السيارات، وكمان كان بيمتلك مطعم، والمطعم ده كان فاخر جدا وما بيترددش عليه إلا الأشخاص من الطبقة المخملية. أنكيد كان بيصنف بأنه واحد من الأغنياء في الهند كلها، واكتسب السمعة والشهرة دي بفضل أبوه. ولكن أنكيد كان مجتهد جدا وقدر إنه يطور من نفسه ويطور من التركة اللي ورثها عن أبوه. ولأن أخته ما كانتش عارفة في مجال الأعمال ولا كان عمرها اشتغلت في السابق، أنكيد بعد وفاة أبوه وأمه وبعد تحصلهم على الميراث كان هو المسؤول عن إدارة كل شيء، وأخته كانت راضية بالأمر جدا وما كانش عندها أي مشاكل فيه. زي ما قلت لكم في البداية إن الكل كان بيرجح، بالرغم من إن أنكيت كان قاعد على الكنبة الخلفية للعربية، إلا إنهم كانوا بيعتقدوا إنه ممكن يكون حس بأي وعكة صحية وهو ماشي على الطريق، ركن العربية واتمدد على الكنبة الخلفية. وفي أثناء ما كان موجود جوه العربية والشبابيك كلها كانت متقفلة، ابتدى إنه يختنق بسبب نقص الأكسجين، وعلشان كده انتهت حياته. أخت أنكيت في الوقت ده تقبلت الأمر الواقع برغم من حالة الصدمة اللي كانت داخلة فيها، لأن أخوها أنكيت كان هو المتبقي الوحيد من الأسرة بعد وفاة أبوها وأمها، وفي الوقت الحالي هي لوحدها تماما بدون ما يكون معاها أي سند وبدون ما تكون عارفة مين اللي هيدير الأعمال اللي كان أخوها بيديرها طول حياته. أفراد الشرطة لما كانوا بيتكلموا مع أسرة أنكيت عرفوا منهم إنه كان عنده عيب وحيد في شخصيته، وهو إنه كان بيتناول المشروبات الكحولية بطريقة شرهة، لدرجة إنه في بعض الأحيان كان بيفرط في تناول المشروبات الكحولية وكان بيفقد الوعي. لما سمع أفراد الشرطة التفاصيل دي رجحوا بأنه ممكن أكيد بعد ما خرج من مكان عمله راح لأي مكان قعد مع بعض الأصدقاء تناول معهم المشروبات الكحولية، وبسببها حس إنه هيفقد الوعي، راح وانتقل للكنبة الخلفية، وإن وفاته كانت بسبب تسمم في الدم. ولكن التقرير الطبي المبدئي كان بيقول إن أنكيد تم تسميمه قبل ما يتوفى، بمعنى إنه ممكن يكون تم إنهاء حياته في مكان مختلف تماما وبعد كده تم نقل جسده للعربية. شخص أخذ العربية وحطها في المكان اللي كانت واقفة فيه ولفق المشهد وكأنه وفاة طبيعية تماما. فريق الطب الشرعي كان لازم يفحص جسد أنكيت كويس جدا وياخدوا منه بعض العينات، وبعد ما انتهوا سلموا الجسد لأسرته، وتحديدا في تاريخ 16 يوليو من سنة 2023 علشان يتمموا ليه مراسم الجنازة الأخيرة. ولكن بعد تتميم مراسم الجنازة بيوم واحد، وتحديدا في تاريخ 17 يوليو من سنة 2023، صدر بالفعل تقرير الطب الشرعي، واللي تسبب في صدمة كبيرة جدا مش بس لأسرة أنكيت بل لأفراد الشرطة نفسهم. تقرير الطب الشرعي كان بيقول إن كان في نوع قوي جدا من السموم منتشر في جسد أنكيت بالكامل، وإن نوع السموم ده موجود في أفعى الكبرى، بمعنى إن أنكيت اتعرض لعضة تعبان كبرى. ولكن الغريب في الأمر إن ما كانش فيه أي آثار لأي عضات على جسده. بعد ما صدر تقرير تحليل عينة الدماء
بدأوا إنهم يفحصوا جسده بعناية ودقة شديدة علشان يشوفوا عضات أفعى الكبرى كانت فين بالظبط. أكيد كان شاب مشعر جدا، وساقيه الاتنين كانت مغطاة بشعر كثيف. لما بدأ الأطباء يفحصوا الساقين بعناية، لقوا إن في منطقة سمانة القدم من الخلف كان في عضة الأفعى الكبرى. الفحص في البداية كان في الساق اليمنى، ولكن لما بدأ الأطباء يفحصوا الساق اليسرى اكتشفوا إن هي كمان في نفس المنطقة تقريبا كان فيها عضة لأفعى الكبرى. ورجعت الاحتمالية مرة تانية لأفراد الشرطة بإنه وارد ما يكونش أي حد متورط في الموضوع. الاحتمالية اللي كانوا حاطينها إن ممكن أنكيت يكون ركب عربيته وكان متجه لبيته أو كان متجه لأي مكان تاني، وفي أفعى كبرى دخلت للعربية وهو ما خدش باله منها، وفي أثناء ما كان سايق الأفعى دي طلعت وعضته في ساقيه الاتنين. ولما حس إنه كان بيتعرض لنوع من التسميم انتقل بنفسه للكنبة الخلفية في العربية علشان يتمدد عليها، وبسبب انتشار السم في جسده انتهت حياته. ولكن خلوني أقول لكم إن الافتراضية دي ما كانش متفق عليها كل أفراد الشرطة والمحققين اللي كانوا بيحققوا في الموضوع. البعض منهم كان بيعتقد بقوة إن الموضوع فيه شبهة جنائية، وعلشان كده كان لازم إنهم يبحثوا ويشوفوا كويس جدا خط سير أنكيت بعد ما خرج من مكان عمله لحد ما وصل للمنطقة اللي لقوا فيها عربيته وكانت انتهت فيها حياته جواها. القضية في الوقت ده كانت معقدة جدا بالنسبة لأفراد الشرطة لأن ما وردش عليهم شيء مشابه، وعلشان كده شكلوا 4 فرق، كل فرقة من أفراد الشرطة فيها تكون مختصة بشيء معين في محاولة منهم لفك خيوط اللغز. فريق من أفراد الشرطة كان متخصص في إنه هيروح ويبحث في خلفية أنكيت وفي حياته السابقة، وفريق تاني كان هيتكلم مع أسرته ويعرف منهم بعض التفاصيل، وفريق تالت كانت مهمته إنه يدور على تليفون أنكيت أو إنه على الأقل يفحص سجلات الهاتف ويشوف آخر إشارة التليفون كان متواجد فيها قبل ما يتقفل. وآخر فريق، بل وإنه كان أهم فريق، اللي كانوا هيفحصوا كاميرات المراقبة من خط السير بعد خروج أنكيت من مكان عمله لحد المنطقة اللي لقوا فيها العربية. الفريق اللي كان بيفحص كاميرات المراقبة وبيشوف خط سير أنكيت بعد ما خرج من مكان عمله، لاحظوا إنه في حدود الساعة 10 مساء هو خرج بالفعل من معرض السيارات الخاص بيه، وبعد كده اتجه لمنطقة في مدينة هالدواني واللي اسمها جورابادا. ولكن لأن الكاميرات ما كانتش بتغطي المنطقة بالكامل، وبعد مرور ساعة واحدة عربية أنكيت رصدتها كاميرات المراقبة وهي خارجة من المنطقة اللي كان موجود فيها وكان متجه للمنطقة اللي لقوا فيها العربية. وبعد كده كاميرات المراقبة رصدت عربية أنكيت وهي واقفة بالقرب من شريط السكة الحديد. بكل أسف كاميرات المراقبة ما كانتش بتغطي المكان بالكامل، والكاميرا اللي رصدت المشهد كانت بعيدة بعض الشيء. ولكن على أي حال أفراد الشرطة ما كانش عندهم أي حل غير إنهم يفحصوا الكاميرا دي بعناية وبدقة. هم فضلوا يفحصوا كاميرات المراقبة بعد وقوف عربية أنكيت. عربية أنكيت كانت ماشية على الطريق ورصدتها كاميرات المراقبة، ولكن مفيش أي رصد كان لأنكيت وهو خارج مثلا من الباب للسائق وبعد كده انتقل للكنبة، ولا خروج لأي حد من باب السائق. وهنا كانوا بيرجحوا إن الشخص اللي كان سايق العربية باحتمالية كبيرة يكون خرج من الباب التاني، وإن الكاميرات ما قدرتش إنها ترصده. ولما بدأوا إنهم يفحصوا بعد وقوف عربية أنكيت هل في أي شيء تاني حصل، رصدوا إن بعد وقوف العربية بحوالي ساعة في عربية تانية كانت باللون الأبيض، ما كانش واضح لوحاتها المعدنية ولا كان واضح نوعها، وقفت بالقرب من عربية أنكيت لمدة دقيقتين اتنين. نزل من العربية دي شخص، واللي كان واضح إنه لابس ملابس باللون الأسود، كان مغطي جسده بالكامل وكان مغطي رأسه، وما كانش واضح مين الشخص ده ولا قدروا إنهم يتعرفوا على ملامحه. الشخص ده وصل ولف حوالين العربية وكأنه كان بيتأكد من إن الأبواب والشبابيك مقفولة كويس جدا، وبعد كده رجع وركب العربية البيضاء مرة تانية ومشي بسرعة من المكان. أفراد الشرطة المعطيات اللي كانت قدامهم في الوقت ده إن خط سير أنكيت بعد ما خرج من مكان عمله واتجه بعد كده لمنطقة من المناطق قعد فيها لمدة ساعة، وبعد كده العربية اتحركت واتجهت للمنطقة اللي كانت مركونة فيها. وكانوا عايزين يعرفوا في خلال الساعة من الساعة 10 مساء للساعة 11 مساء أنكيت كان موجود فين بالظبط، لأن الاحتمالية والترجيح الأقوى في الوقت ده إن تم إنهاء حياته في خلال الساعة دي، وإن لما العربية انتقلت بيه من المنطقة اللي كان موجود فيها للمنطقة اللي لقوا فيها العربية هو بالفعل كان تم إنهاء حياته. وهنا جه دور مجموعة أفراد الشرطة اللي كانت مسؤولة عن فحص تليفون أنكيت وإنهم يشوفوا سجلات الهاتف كان بيتواصل مع مين وآخر إشارة لتليفونه كانت فين بالظبط. في الوقت ده لقوا إن في تاريخ 14 يوليو من سنة 2023
أنكيت تلقى مكالمة تليفونية قبل قفل تليفونه مباشرة، واللي كانت من بنت اسمها ماهي سينج. لما بدأ أفراد الشرطة يتعرفوا ماهي عايشة فين بالظبط، اكتشفوا إنها عايشة في منطقة جورا بادا، ودي المنطقة اللي راح ليها أنكيت واختفى لمدة ساعة، وبعد كده عربيته ظهرت مرة تانية. وهنا كان أفراد الشرطة متأكدين إن حل اللغز عند ماهي سينج. راح أفراد الشرطة في الوقت ده واتكلموا مع أسرة أنكيت علشان يسألوهم لو يعرفوا إن في علاقة ما بين أنكيت وما بين بنت اسمها ماهي سينج، ولكن كلهم قالوا إن ما عندهمش فكرة بالموضوع. حتى أخته قالت إنها لأول مرة بتسمع عن الاسم ده، ولما سألوها هل هي تعرف أنواع العلاقات اللي أخوها بيدخل فيها، هل هو مرتبط ولا لأ، وضحت ليهم إن أخوها أكيد كان متحفظ جدا وما كانش بيحب إن حد يتدخل في حياته الخاصة، وما كانش بيتكلم فيها إلا في حدود معينة. ولكن أفراد الشرطة في الوقت ده لما كانوا بيفحصوا الإشارة لتليفون ماهي سينج علشان يحددوا مكانها ويروحوا يتكلموا معاها ويشوفوا هل هي متورطة في الموضوع ولا لأ، اكتشفوا صدمة جديدة، وهي إن تليفون ماهي سينج هو كمان مقفول. والاحتمالية اللي كانوا حاطينها إن وارد باحتمالية كبيرة تكون ماهي هي كمان تم إنهاء حياتها، لأن تليفون ماهي هي كمان اتقفل في نفس التوقيت اللي اتقفل فيه تليفون أنكيت. ولكن أفراد الشرطة في الوقت ده للمرة التانية انقسموا لقسمين، قسم منهم كان متأكد إن ماهي ممكن تكون تم إنهاء حياتها هي كمان زيها زي أنكيت وتم التخلص منها في مكان بعيد، ومجموعة تانية كانت بترجح إن ماهي هي اللي تسببت في إنهاء حياة أنكيت وإنها قفلت تليفونها علشان محدش يقدر يتتبعها. اتجه مجموعة من أفراد الشرطة لبيت ماهي علشان يشوفوا هي موجودة هناك ولا لأ، ولو في أي حد موجود في البيت يقدروا إنهم يتواصلوا معاه ويسألوه عنها. ولكن في الوقت اللي وصلوا لقوا إن بيت ماهي كان فاضي تماما، وكمان لقوا إنها كانت حاطة بعض الأقفال على الباب، بمعنى إنها سافرت لمكان بعيد تماما. في الوقت ده فكروا إنهم بدل ما كانوا بيفحصوا سجلات الهاتف لأنكيت، إنهم يفحصوا سجلات الهاتف لماهي ويشوفوا هي كانت بتتواصل مع مين قبل ما يتم قفل تليفونها. اكتشفوا في الوقت ده إن في تاريخ 14 يوليو من سنة 2023 في رقمين هي كانت بتتواصل معاهم بعد ما تواصلت مع أنكيت، والرقمين دول كانوا مسجلين باسم شابين. شاب منهم كان اسمه ديب كامبال، والشاب التاني كان اسمه راميش. اللافت للنظر في مكالمات ماهي مع رقم ديب ورقم رميش إن المكالمات ما بينهم كانت متعددة بصورة مفرطة قبل ما يتم التواصل مع أنكيت لآخر مرة وبعد ما تم التواصل معاه. ولما بدأوا إنهم يفحصوا إشارة تليفون ديب وإشارة تليفون رميش في تاريخ 14 يوليو من سنة 2023 كانت فين بالظبط، اكتشفوا إن الرقمين كانوا متواجدين في نفس المنطقة اللي دخل ليها أنكيت، وما كانش معروف هو اختفى لمدة ساعة كان بيعمل إيه هناك وبعدها خرج منها، والمنطقة دي كان اسمها جورا باتا. الشرطة لما مدت عيلة أنكيت وخاصة أخته الوحيدة بكل المعلومات والتفاصيل دي، أخته فورا ابتدت إنها تتقدم ببلاغ رسمي بإن إنهاء حياة أخوها ما كانتش وفاة طبيعية، بل إنها كانت جريمة مدبرة، وأدرجت في بلاغها أسماء الثلاث أشخاص اللي كان بيرجح إن هم المتورطين في الأمر، وهم ماهي سينج، ديب كامبال، وراميش. الشرطة في الوقت ده كانت حاطة تليفونات الثلاثة تحت المراقبة، ولكن الثلاثة تليفوناتهم كانت مقفولة ومفيش أي حد قادر يعرف هما موجودين فين في الوقت الحالي. انتظر أفراد الشرطة وكان أملهم إن أي حد فيهم يغلط ولو غلطة كانت صغيرة يفتح تليفونه ومن خلالها يقدروا إنهم يحددوا إشارته ويلقوا بالقبض عليه. وخلوني أقول لكم إن بالفعل واحد منهم غلط الغلطة اللي كان منتظرها أفراد الشرطة، والشخص ده كان رميش. رميش فتح تليفونه في تاريخ 18 يوليو من سنة 2023، وحدد أفراد الشرطة مكانه وموقعه بأنه كان موجود في مدينة هلدواني، وقدروا إنهم يروحوا يوصلوا لمكانه وألقوا بالقبض عليه. من بداية التحقيق مع رميش اكتشف أفراد الشرطة إن مهنته الأساسية اللي بيقدر إنه يتربح منها هي إنه حاوي أفاعي. طبعا لما سمعوا المعلومة دي حسوا بقوة إنهم على بداية ومشارف إنهم يحلوا اللغز. فكرة إن أنكيت يكون تم إنهاء حياته عن طريق لدغات لأفعى الكبرى في ساقيه الاتنين، وإن رميش اللي مشتبه فيه بإنه يكون متورط في الجريمة يكون بيعمل كحاوي للأفاعي، فكرة عمرها ما هتكون صدفة وتصادف على الإطلاق. وخلوني أقول لكم إن رميش ما أخدش وقت طويل مع أفراد الشرطة ولا أي ضغط عليه، هو بمجرد ما تم إلقاء القبض عليه قرر إنه يعترف لهم بالحقيقة،
وبدأ يقول لأفراد الشرطة إنه ما كانش في الموضوع لوحده، بل إنه كان معاه 4 أشخاص تانيين غيره. وبدأ يدل أفراد الشرطة على أساميهم. ولما سألوه هل ماهي سينج وديب كامبال كانوا متورطين معاه، قال إنهم كانوا العقل المدبر لكل شيء، بالإضافة لشخصين تانيين. ولما سألوه مين الشخصين التانيين اللي انضموا للعصابة، قال لهم إن واحدة منهم كانت خادمة ماهي واللي اسمها أوشا راني، وزوجها واللي اسمه راما فادار. ومن خلال الكلام والأقوال اللي أدلى بيها رميش، قدر أفراد الشرطة إنهم يتحصلوا على رقم أوشا راني وزوجها رام، وبدأوا إنهم يحطوهم هم كمان تحت المراقبة علشان يحددوا موقعهم ويلقوا بالقبض عليهم. وخلوني أقول لكم إن الغلطة اللي غلطها رميش بإنه فتح تليفونه، كل واحد فيهم هو كمان غلطها. ماهي هي وديب كامبال في تاريخ 23 يوليو من سنة 2023 هم كمان فتحوا تليفوناتهم، وقدر أفراد الشرطة يحددوا موقعهم ويلقوا بالقبض عليهم. وألقوا بالقبض عليهم على طريق اسمه رود رابور، وكانوا في طريقهم إنهم يهربوا تماما بره الولاية. وبعد القبض على ماهي وديب كامبال بيوم واحد، قدر أفراد الشرطة إنهم يحددوا موقع أوشا راني خادمة ماهي وكمان زوجها راما، ولكنهم قبضوا عليهم في بنغالا الغربية، وكانوا في مدينة اسمها مالدا، واللي كانت بعيدة جدا عن مدينة هالدواني. ولو هتسألوا هم ليه كانوا رايحين في المنطقة البعيدة دي، هقول لكم إن أوشا راني وزوجها راما فاتار كانوا من بنجلاديش في الأساس، وكانوا بيخططوا إنهم يهربوا من الحدود، وكانوا على وشك بالفعل إنهم ياخدوا مركب ويروحوا لحد بنجلاديش، ومفيش أي حد يقدر يورطهم ولا يقبض عليهم. ولو كانت الشرطة اتأخرت ولو ليوم واحد فقط من إلقاء القبض عليهم، كانوا هربوا وما كانش حد هيقدر يلاقيهم مرة تانية. أفراد الشرطة في الوقت ده كانوا قبضوا على التشكيل العصابي بالكامل، ال5 أشخاص اللي كانوا متورطين في إنهاء حياة رجل الأعمال أنكيت شوهان. ولكن السؤال اللي كانوا بيطرحوه عليهم في الوقت ده، إيه السبب وإيه الدافع؟ إيه اللي يخليهم كلهم يتحدوا مع بعض برغم من اختلاف خلفياتهم وإن كل واحد فيهم ملوش أي علاقة بالتاني حرفيا؟ وهنا بدأ كل واحد فيهم يقدم الاعترافات والحقيقة الكاملة علشان يوضحوا لأفراد الشرطة حقيقة المخطط اللي كان بيحاج ضد أنكيت شوهان، وإيه السبب الحقيقي والدافع وراه، وإزاي خطرت على بالهم فكرة إنهاء حياته عن طريق عضات أفعى الكبرى. بشهادة كل المتورطين في الجريمة واللي كانوا أعضاء العصابة، قالوا إن ماهي هي كانت رأس الأفعى وهي المدبرة لكل شيء، وعلشان كده بدأ التحقيق معاها في البداية. ماهي كانت بتنحدر من أسرة من الطبقة المتوسطة، أبوها وأمها كانوا بيصرفوا عليها وعلى إخواتها، وكان أهم شيء عندهم التعليم، لأنهم كان عندهم قناعة تامة إن التعليم هو اللي هيخليهم يتحصلوا على شهادات يقدروا من خلالها إنهم يعيشوا حياة ميسورة. ولكن ماهي كانت مختلفة عن كل إخواتها، هي كانت شايفة في نفسها بنت جميلة جدا، وإنها مش محتاجة تبذل مجهود كبير علشان تتحصل على ثروة. درست لحد المرحلة الثانوية، وبرغم من إنها كانت مميزة جدا وذكية في دراستها وكانت متفوقة، إلا إنها قررت إنها ما تلتحقش بالجامعة، وقعدت في البيت بعد ما انتهت من المرحلة الثانوية. في الوقت ده أبوها ابتدى إنه يضيق عليها الخناق، يعني ما كانش بيسيب لها الحرية بإنها تخرج بره البيت أو إنها تروح مع بعض من أصدقائها، وكان شايف إنه خروجها من البيت بدون أي داعي من المفروض إنه ما يحصلش أبدا. وهنا ماهي ابتدت تحس إنها مخنوقة. لما كانت بتدرس كانت بتقدر إنها تخرج تتردد على مدرستها، بتروح لبيوت أصدقائها، ولكن في الوقت الحالي هي مقيمة إقامة جبرية جوه البيت. وبعد تفكير من ماهي إزاي تقدر تتخلص من سيطرة أبوها عليها من وجهة نظرها، لقيت إن مفيش أي حل غير إنها تاخد بعض المدخرات اللي كانت بتدخرها في السنين اللي فاتت وتخرج وتسيب البيت. بالفعل عملت الأمر ده، وأبوها وأمها في الوقت ده ما كانوش عارفين هي موجودة فين. ومع مرور الأيام المبلغ اللي كانت مدخراه ابتدى إنه يخلص منها، وما كانتش عارفة هي إزاي هتقدر تتحصل على الأموال مرة تانية. هي ما كانش معاها شهادة علشان تقدر تتوظف بيها. قعدت وفكرت ولقت إن الحل الوحيد إنها تنخرط في الحياة الليلية. بدأت إنها تخرج مع بعض الأصدقاء وتصادقهم، والأصدقاء دول بدأوا إنهم يدلوها على أسوأ طريق، والطريق ده كان بإن ماهي تستغل جمالها وقوامها الممشوق بإنها تعمل في البغاء. وطبعا بما إن مفيش ولا حاكم ولا رابط ولا حد يقول لها أنت بتعملي إيه، كانت بتخرج وبتسهر طول الليل وبتتعرف على الأشخاص اللي كانت بتعمل معاهم. ولكن ماهي كانت محددة النوعية اللي هتختلط بيها،
ما كانتش حابة إنها تعمل في البغاء أو في الدعارة في المطلق، هي كانت حابة إنها تستهدف الأشخاص اللي تعمل معاهم من الطبقة المخملية، وخاصة السياسيين والمشاهير والبارزين في المجتمع. وقدرت بالفعل إنها ترتبط بأكتر الأسماء شهرة في مدينة هلدواني، واللي كانوا كلهم من السياسيين ورجال الأعمال. حتى إن أفراد الشرطة لما كانوا بيفحصوا سجلات الهاتف الخاصة بيها اكتشفوا إنها على صلة ب20 شخص، واللي كلهم أسامي ذو شأن في المجتمع. الشرطة لما كانوا بيستجوبوا الجيران في المنطقة اللي كانت عايشة فيها ماهي، كلهم كانوا بيقولوا إنهم مش طايقينها ولا طايقين وجودها معاهم في البناية السكنية، لأن كان بيتردد عليها الرجال، وكانت بعض الأصوات بتظهر من عندهم في أوقات ما كانوا بيحتفلوا، واللي بتوضح نوعية العمل اللي بتعمل فيه ماهي، ولأنهم ما كانوش قادرين يمشوها من البناية السكنية بعد محاولات متعددة منهم، لو أن الحل الوحيد إنهم يقتصروا عنها ويمنعوا نفسهم ويمنعوا أولادهم من إنهم يختلطوا بيها أو إنهم يتكلموا معاها أبدا. واستمر الوضع على ما هو عليه لحد ما هنوصل لسنة 2016. في الوقت ده ماهي في أثناء ما كانت في واحد من الملاهي الليلية قابلت شخص واللي كان اسمه ديب كامبال، واللي كان شريك معاها في الجريمة. ديب كامبال كان بيربطه هو وماهي علاقة صداقة، وخلوني أوضح ليكم إن ديب ما كانش مجرد صديق لماهي، هي كانت عارفة ومتأكدة إنه بيحبها وإنه واقع في غرامها لشوشته، ولكنها قررت إنها تستغله أسوأ استغلال. كانت لما بتتعرض لأي مشكلة فورا بتروح وتلجأ له علشان يحل لها مشكلتها وأزمتها، وبعد ما تنتهي من الأمر تنساه تماما وتتجاهله وتتجاهل كل اتصالاته ومحاولته للتواصل معاها. ماهي في مرحلة ما لأنها كانت خايفة إن ديب يبعد عنها لقت إن أفضل حل إنها ترتبط معاه بعلاقة عاطفية، ولكنها فضلت مستمرة في عملها المشبوه وما انتهتش منه برغم من إنها كانت مرتبطة معاه بعلاقة، وهو كان عارف كل الأمور دي وما كانش عنده أي استعداد ولا إنه يبعد عنها ولا إنه يمنعها عن كل الأفعال اللي كانت بترتكبها. وفي سنة 2020 ماهي قررت من خلال الأموال اللي جمعتها من خلال عملها إنها تروح وتشتري عربية جديدة. اتجهت لواحد من المعارض اللي موجودة في مدينة هلدواني، واللي بالمصادفة المعرض ده كان ملك أنكيت شوهان الضحية في قصتنا، وكانت أول مرة تتقابل بيه فيها. أنكيت بمجرد ما شاف ماهي كان معجب جدا ومفتون بجمالها، لدرجة إنه من خلال ما كانوا بيتكلموا مع بعض طلب منها رقم تليفونها، بحجة طبعا إنه هيحاول يوضح لها بعض الحاجات في العربية اللي اشتريتها علشان ما تتعرضش لأي مشاكل. وماهي كانت متمرسة في الأمر وكانت عارفة كويس إن أنكيت كان معجب بيها، ادته رقم تليفونها وابتدوا إنهم يتواصلوا مع بعض. ومع مرور الوقت نشأت ما بينهم في البداية علاقة صداقة، وعلاقة الصداقة زي ما انتم عارفين تحولت لعلاقة عاطفية. زي ما قلت لكم إن في الوقت اللي اتقابلت فيه ماهي هي وأنكيت كانت مرتبطة بديب كامبال، راحت ورمته مرة واحدة في أقرب باسكت ونسيته تماما، وهو كان راضي يقابل وكان عنده استعداد إنه يرجع لها بمجرد ما تتواصل معاه بمكالمة واحدة. ارتبطت في الوقت ده هي وأنكيت ببعض في علاقة عاطفية، وما صرحتش لأنكيت ولا عن حياتها السابقة ولا عن العمل اللي كانت بتعمله ولا عن علاقتها بديب كامبال. طبعا أنكيت كرجل أعمال مرتبط ببنت جميلة كان بيصرف عليها، بيديها بعض المبالغ وبيقدم لها بعض الهدايا الغالية جدا، وده طبعا رفع من مستوى المعيشة لماهي. وفي سنة 2021 قررت إنها تستعين بخادمة عندها في البيت، والخادمة دي كان اسمها أوشا راني. ولكن الغريب في الأمر إن علاقة ماهي وأوشا راني ما كانتش علاقة عادية، هي كانت ما بينهم علاقة وكأنها علاقة صداقة وعلاقة أخوة. كانت بتروح وبتقوم ببعض مهام المنزل في البيت عند ماهي، ولكن بعد ما بتنتهي من الأمر ده بيقعدوا هما الاتنين بالإضافة لراما زوج أوشا راني علشان يتناولوا المشروبات الكحولية ويتعاطوا المخدرات. عنكيت لما عرف بالأمور دي ما كانش عاجبه الأمر على الإطلاق، كان شايف إن بكل تأكيد أمر صحي إن ماهي تتواضع مع الخادمة اللي بتعمل عندها في المنزل هي وزوجها، إنها تعطف عليهم أو تحاول تساعدهم ماديا، ولكن فكرة إنها تصادقهم وتقعد معاهم ويعملوا قعدات أنس مع بعض، الأمر ده كان غريب بالنسبة له وما كانش مفهوم أبدا. أنكيت تتكلم مع ماهي مرارا وتكرارا بإنها تتوقف عن صداقتها هي وأوشا راني وزوجها راما، ولكن في كل مرة ماهي كانت بتخدره بكلمتين وكانت بتستمر في علاقتها بيهم زي ما هي. وعلشان تتهرب من أنكيت بدل ما كانت بتستدعيهم جوه بيتها ويقعدوا مع بعض، لأن أنكيت كان بيروح وبيطب عليها ويشوف هي بتعمل إيه، قررت في الوقت ده إنها تروح بنفسها لبيت أوشا راني وزوجها راما علشان يقعدوا ويسهروا مع بعض. أوشا راني وزوجها ما كانوش عايشين في بيت بالمعنى الحرفي، ولكنهم
كانوا بانيين كوخ صغير من الطين ومن بعض القش، وكانوا حاطينه في أرض ملك الدولة. لما عرف أنكيد بإن ماهي في الوقت ده كانت بتروح وبتتردد عليهم في الكوخ اللي كان مبني على أرض ملك الدولة، قدر من خلال التواصل مع بعض من أصدقائه إنه يطلع أمر إزالة للكوخ اللي كانت بتعيش فيه أوشاراني هي وزوجها راما. وده طبعا في محاولة منه إنه يحمي ماهي من شر نفسها، لأنه كان بيعتقد إنها ساذجة ومش عارفة مصلحتها فين. أنكيد في مرحلة ما كان حابب إنه يتزوج من ماهي، ولكن علشان يتمم زواجهم قرر إنه يدور على أسرتها علشان يتقدم ليها بصورة رسمية، وإن الأمور تكون واخدة شكل وحيز طبيعي. ولما بدأ إنه يدور عن خلفية ماهي ويبحث عن تاريخها وماضيها، عرف كل الأمور بإنها سايبة البيت وإن أسرتها اتبرت منها حرفيا بعد ما اكتشفوا إنها بتعمل في البغاء من سنين طويلة. أنكيد ما كانش يعرف عن الأمور دي أي شيء على الإطلاق. في البداية كان غاضب جدا من فكرة إن ماهي دارت عليه معلومة وتفصيلة مهمة جدا زي دي، ولكن لما قعد وفكر شاف من وجهة نظره وبناء على رواية بعض من أصدقائه إن ممكن تكون هي خافت إنها تصرح له بالأمور دي فهو يبعد عنها، وعلشان كده قررت إنها تحتفظ بالسر لنفسها. ولكن اللي اكتشفوا بعد كده إن ماهي بالرغم من إنها كانت مرتبطة بيه إلا إنها ما أنهتش عملها في البغاء، وكانت مستمرة بالعلاقات المشبوهة اللي كانت ما بينها وما بين السياسيين ورجال الأعمال والبارزين في المجتمع. وأنكيت اتأكد من المعلومات دي بنفسه. لما راح وواجه ماهي بكل التفاصيل دي، أنكرت كل شيء وقالت إن الأمور دي مش حقيقية، وإن الأشخاص اللي بلغوه بكل المعلومات دي بيدعوا عليها بالباطل. وعلشان أنكيت يتأكد إن كانت المعلومات اللي وصلت له حقيقية ولا لأ، كان مرة تانية بيروح لماهي وبيطب عليها في ساعات متأخرة من الليل علشان يشوف هل هي موجودة في البيت، هل في حد معاها، هل هي بره البيت أساسا وبتخدعه وبتقوله إنها في البيت. ماهي في الوقت ده حست إن أنكيت ابتدى يشكل عليها بعض التهديد، بل وإنه كان بيعيق عملها وكان بيقلل من الأموال اللي كانت بتقدر تتحصل عليها من عملها في البغاء، لأن الرجال اللي كانوا بيترددوا على بيتها لما كان أنكيت بيجي كانت بتضطر إنها تخرجهم من بيت خلف لبيتها. وفي الوقت ده ابتدى كل واحد فيهم يمتنع عن إنه يتردد عليها مرة تانية، وكان حاسس إن الأمور مش مريحة وإن ممكن أمره يتفضح للعلن. وبما إنهم أسماء بارزة في المجتمع فكل واحد فيهم هيخاف على اسمه وسمعته. وهنا ماهي قررت إنها تروح وتعرض عرض على أنكيد، بما إنه بيغير عليها بالشكل ده وحابب إن العلاقة ما بينهم تكون حصرية، ليه ما يتزوجش منها؟ وطبعا عقلها في الوقت ده كان بيقول لها إنها لو تزوجت من رجل أعمال مرتاح وميسور ماديا مش هتكون محتاجة أصلا إنها تعمل في المجال المشبوه اللي كانت بتعمل فيه. بس ماهي لما فاجئت أنكيد بعرضها هو رفض تماما وقال لها إنه مش هيقدر أبدا إنه يتزوج منها طول ما هو متشكك في سلوكها. ماهي بدل ما تراجع نفسها وتشوف إن أنكيد بالفعل بيقول لها الأمر الصائب إنه مش هينفع يتزوج من واحدة سمعتها على كل لسان حرفيا، شافت في الوقت ده إن أنكيد استغلها وإنه كان دايما بيحاول يدخل معاها في علاقة وهو ما عندوش أي نية بإنه يتزوج منها. ماهي في الوقت ده بدأت إنها تدور على أوشا راني وزوجها راما، وادعت إنها ما كانتش تعرف بأمر الإزالة اللي استخرجوا أنكيت علشان يزيل الكوخ الخاص بيهم اللي كانوا عايشين فيه، حتى إنها دعتهم علشان يقيموا هما وأولادهم الاتنين جوه البيت عندها. وطبعا هي كانت بتخطط علشان تستخدمهم علشان تنتقم من أنكيت لأنه رفض إنه يتزوج منها. وخلوني أقول لكم إن ماهي بمجرد ما عرضت على الخادمة أوشا راني وزوجها راما بإنها عايزة تنتقم من أنكيت، هم كانوا عندهم الاستعداد إنهم ينفذوا فورا، لأنهم كانوا بيوكلوا ليه أحقاد وضغائن غير عادية بعد ما أزال ليهم الكوخ اللي كانوا عايشين فيه وخلاهم بلا مأوى. من خلال فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بماهي لقوا إنها كانت بتبحث على جوجل في الفترة الأخيرة عن الطرق اللي تقدر فيها تتخلص من حياة شخص وفي نفس الوقت تخفي الأدلة ومفيش أي حد يقدر يورطها، وإنها كانت بتبحث عن الأمر ده على مدار شهور. ولكن كل الأفكار اللي كانت ماهي بتقابلها كانت ممكن إنها تورطها ولو حتى بشكل جزئي، وهي كانت عايزة طريقة يظهر إن أنكيد توفى وفاة طبيعية وإن الموضوع ما فيهوش أي شبهة جنائية. وهنا اقترحت عليها أوشا راني هي وزوجها راما بأن الطريقة الوحيدة اللي تخلي الموضوع يبان بصورة طبيعية تماما هو لدغة أفعى الكبرى، وإن مفيش أي حد هيشتبه في الموضوع لأن المنطقة اللي هم فيها مليانة بالأفاعي، وإن أشخاص متعددين بيتعرضوا يوميا للدغات الأفعى،
وإن أي حد هيشوف إن هو انتهت حياته عن طريق لدغة أفعى الكبرى هيعتقدوا إنها لدغته بصورة طبيعية وإن الموضوع ما فيهوش أي تدخل من أي شخص. وهنا ماهي ابتدت إنها تتصل على ديب كامبال. فاكرين لما قلت لكم إنه كان عنده استعداد إنه يروح ويركع تحت رجليها بس بمكالمة تليفونية؟ ماهي كانت ضامنة الموضوع ده جدا، وهو ده بالظبط اللي عملته. استعانت في الوقت ده بديب وبدأت إنها تسأله لو يقدر يوفر ليها أفعى كبرى. خرج للغابات لفترات طويلة وكان بيدور على أفعى يقدر إنه يتحصل عليها ويديها لماهي حبيبة القلب علشان يحقق لها مرادها، ولكن برغم من كل محاولاته إلا إنه فشل تماما. وقعدت في الوقت ده ماهي هي وأوشا راني وزوجها راما بالإضافة لديب كامبال علشان يشوفوا هيقدروا إنهم يوفروا أفعى الكبرى منين. وهنا طلع راما زوج أوشا راني الخادمة وقال لهم إنه يقدر يوفر ليهم واحد من حوال أفاعي يقدروا إنهم يتحصلوا منه على أفعى الكبرى ويحققوا كل شيء هم بيخططوا ليه. وقدر من خلال بعض المعارف إنه يتوصل لحاوي الأفاعي واللي كان اسمه رميش. راما زوج أوشا راني لما أخد معاه ماهيش حاوي الأفاعي لبيت ماهي وابتدوا إنهم يعرضوا عليه الفكرة، هو تراجع تماما وقال لهم إنه ملوش أبدا في الأمور دي. هو شخص بسيط بيروح لأي بيت أو أي محل أو أي مكان بيتم الإبلاغ عنه إن في أفعى، بيروح بيسيطر عليها وياخدها يتخلص منها والموضوع انتهى لحد هنا. أما عن إيذاء الآخرين من خلال عمله ووظيفته ده أمر هو عمره ما عمله ومرفوض بالنسبة له. ومشي رميش وهو بيأكد عليهم إنه مش هينخرط معاهم في خطتهم. ولكن ماهي قدرت من خلال راما زوج أوشا راني إنها تتوصل لحساب الفيسبوك الخاص برميش وكمان لرقم تليفونه، وبدأت إنها تتواصل معاه. ومع مرور الوقت وطبعا لأن ده شيء هي ماهرة فيه جدا قدرت إنه توقعه في شباكها وتوقعه في حبها، بل وإنها أقنعته بإن أنكيت اللي كانت مرتبطة بيه في السابق بيهدد حياتها وبيهدد سمعتها، لأنه تحصل ليها على بعض الصور وبعض مقاطع الفيديو الغير لائقة في أثناء ما كانوا في علاقة مع بعض، وإنه بيجبرها في الوقت الحالي إنها تعمل في البغاء ضد رغبتها علشان تديله بعض المبالغ المالية، وإلا إنه هيسرب كل مقاطع الفيديو والصور دي على كل وسائل التواصل الاجتماعي. رميش وبما إنه كان مسحور بحب ماهي في الوقت ده وافق إنه يكون ضلع في الخطة وإنه ينفذ ليها كل شيء هي بتطلبه منه. بعد موافقة رميش قعدوا هما الخمسة في بيت ماهي وبدأوا إنهم يحطوا خطة، وخطتهم كانت إن رميش يوفر ليهم أفعى كبرى. ورميش في الوقت ده قال لهم إن الموضوع صعب جدا وإنهم لازم ينتظروا لحد ما أي حد يبلغوا عن إن في أفعى كبرى عنده يروح وياخدها من هناك يحتفظ بيها وينفذوا بيها مخططهم. وفي تاريخ 6 يوليو من سنة 2023 رميش تلقى مكالمة تليفونية من سيدة بتعمل في صالون للتجميل، وكانت بتبلغ إن في أفعى كبرى دخلت عندها للمحل وإنها بتهدد كل الناس اللي موجودين، حتى إن كل العملاء اللي عندها هربوا من المكان. راح رميش وتحصل على الأفعى وقدر إنه يسيطر عليها، واتصل بعدها بماهي وقال لها إن المطلوب موجود معاه وإن الموضوع بيتوقف على إنها تستدرج أنكيت علشان ينفذوا فيه مخططهم. خطة ماهي في الوقت ده كانت إنها تستغل تعاطي أنكيت للمشروبات الكحولية بشراهة بإنها تستدعيه للبيت تخليه يشرب مشروبات كحولية كتير جدا لحد ما يفقد الوعي، وفي الوقت اللي فاقد فيه وعيه يدخل رميش بأفعى الكبرى عليه ويخليها تلدعه في أي جزء من جسده، وبعد كده يتخلصوا منه في أي مكان بعيد ويتظاهروا بأن ملهمش أي علاقة بالموضوع. ماهي بعد ما رميش بلغها بأن أفعى الكبرى موجودة معاه قررت إنها تنتظر ليومين، وتحديدا لتاريخ 8 يوليو من سنة 2023، لأن اليوم ده كان عيد ميلاد أنكيت، وشافت إن دي هتكون فرصة مناسبة جدا إنها تستدعيه للبيت بحجة إنهم يحتفلوا بعيد ميلاده حتى لو لآخر مرة، لأن أنكيت في الوقت ده كان بدأ حرفيا إنه يتجنبها ويبعد عنها تماما وما يكونش مفتون بيها زي الأول. أنكيت لما ماهي دعته في اليوم ده قرر إنه يروح بحجة إنهم ممكن يكونوا دي آخر مرة يتقابلوا فيها أو علشان خاطر الأيام الحلوة اللي كانت ما بينهم، وبكل تأكيد ده كان أمر خاطئ جدا منه. في الوقت اللي وصل فيه لبيت ماهي هو الوحيد اللي كان بيعتقد إنهم كانوا موجودين لوحدهم، على حد أقوال ماهي وباقي أفراد العصابة إن كلهم كانوا موجودين جوه البيت، ولكن كل واحد فيهم كان مستخبي في مكان وأنكيت ما اكتشفش وجودهم على الإطلاق. بدأت في الوقت ده ماهي تقدم المشروبات الكحولية لأنكيت، وبالرغم من إنه كان بيتناولها بشراهة إلا إنه ما فقدش الوعي زي ما هي كانت بتعتقد. بدأت ماهي تقنعه في الوقت ده إنه يبات عندها ويقضي اليوم في البيت، ولكنه أصر إنه يمشي ويرجع لبيته، وبكده
فشلت خطة ماهي لأول مرة في إنها تنهي حياة أنكيت. وفي تاريخ 14 يوليو من سنة 2023 وتحديدا في صباح اليوم، ماهي قررت إنها تتصل بأنكيت وهي بتمثل عليه حالة من البكاء والهستيريا، وإنها متورطة في مشكلة كبيرة جدا، وبتطلب منه بدافع الشهامة إنه يقف جنبها ويساعدها. أنكيت في الوقت ده قال لها إنه رايح مكان عمله، ولكنه وعدها إنه بعد ما ينتهي هيروح لبيتها علشان يعرف إيه المشكلة اللي بتتعرض ليها. ماهي في الوقت اللي وصل فيه أنكيت بدأت إنها تقدم ليه المشروبات الكحولية، ولكن في المرة دي خلطت المشروبات ببعض الأقراص المنومة. هي ما كانتش خلطها بأقراص منومة كتير جدا لدرجة إن يتم الاشتباه في الأمر، كانت خلطها بنسبة ضئيلة ممكن إنها تنيم أي شخص. ومع اختلاط الأقراص المنومة والمشروبات الكحولية مع بعض، ابتدى أنكيت بالفعل إنه يفقد الوعي ويدخل في حالة نوم عميق. وللمرة التانية في الوقت اللي وصل فيه أنكيت، باقي أفراد العصابة كانوا مستخبيين جوه البيت. بمجرد ما اتأكدوا إنه نايم تماما وإنه مش حاسس بأي شيء بيدور حواليه، خرج في الوقت ده رميش حاول أفاعي، مسك أفعى الكبرى وخرجها، وأمرته ماهي إنه يخلي الأفعى تلدغه في سمانة قدمه من الخلف علشان تكون منطقة مخفية تماما، لأنها كانت عارفة إن أنكيت مشعر جدا وإن مفيش أي حد هيكتشف اللدغة اللي موجودة في ساقه. ونفذ رميش كل شيء هي أمرته بيه، ولكن ماهي ما اكتفتش وطلبت منه إنهم لازم يتأكدوا من إن تم إنهاء حياته، وعلشان كده أمرته للمرة التانية إنه يخلي أفعى الكبرى تلدغه في الساق التانية. وبعد كده خرجت أوشا راني هي وزوجها بالإضافة لرميش، وفضل في البيت ماهي هي وديب كامبال. كانوا واخدين عربية أنكيت بعد ما حطوا جسده على الكنبة الخلفية. أمرتهم في الوقت ده ماهي إنهم يطلعوا لمنطقة جبلية علشان يرموا العربية من فوق، ومفيش أي حد يعرف إن أنكيت كان قاعد ورا ولا قاعد قدام، وهيعتقدوا إنه كان سكران بعد ما يحللوا دماغه ويلاقوا فيها نسبة عالية من الكحوليات، وإنه بعد كده وقع من فوق الجبل، وإن الموضوع قضاء وقدر ومفيهوش أي تدخل من أي شخص. ولكن رميش هو وأوشا راني وزوجها راما لما وصلوا للمنطقة اللي حددتها لهم ماهي، كانت المنطقة مزدحمة ببعض السياح، وكانوا شايفين إنهم لو عملوا الخطة اللي كانت بتأمرهم بيها ماهي ممكن يتكشف أمرهم. تواصلوا معاها تليفونيا، وهنا أمرتهم إنهم يروحوا لشريط السكة الحديد ويسيبوا العربية هناك بعد ما يقفلوها كويس ويشغلوا التكييف ولكن على برودة منخفضة، ويسيبوا العربية دايرة ويخرجوا منها. وكمان قالت لهم إنهم لما يخرجوا من الباب من الناحية التانية علشان كاميرات المراقبة اللي في المكان ما ترصدهمش وهم خارجين. واضح قد إيه إن ماهي كانت بتعتقد إنها حاطة خطة ما تخرش المية، وإن مفيش أي حد هيكتشف أمرها بالطريقة دي. ولكن ماهي كانت متوترة من إن ممكن أوشا راني وزوجها ومهيش ما يكونوش قفلوا العربية بشكل كامل، وإن ممكن أنكيت ينجا وساعتها هتتورط في مشكلة كبيرة. وعلشان كده خرجت هي وديب كامبال في عربيته واللي كانت باللون الأبيض، واللي رصدتها كاميرات المراقبة بإنها وصلت جنب عربية أنكيت ونزل منها شخص. الشخص اللي نزل من جوه العربية كانت هي ماهي، ولكنها زي ما قلت لكم كانت لابسه ملابس بالكامل باللون الاسود وكانت مغطيه راسها، فما كانش باين اي ملامح منها. بدات انها تلف حوالين العربيه علشان تتاكد من ان كل الابواب والشبابيك مقفوله كويس جدا. وبعد كده ركبت في العربيه مع ديب كامبال وانطلقوا بعيد عن المكان تماما، وادت اوامر لكل افراد العصابه انهم يقفلوا تليفوناتهم وما يفتحوهاش الا بعد ما الامور تهدى تماما وان الامر يعدي عليهم على خير وسلام. وكمان طلبت منهم إنه يستحسن إنهم يتفرقوا وكل واحد فيهم يستخبى في مكان مختلف، علشان في حال إن لو حد فيهم وقع والشرطة قبضت عليه إنه ما يوقعش باقي أفراد العصابة. وقبل ما يتفرقوا عن بعض أمرت ماهي رميش بإنه ياخد أفعى الكبرى ويروح ويرميها في أي غابة من الغابات علشان يتخلص منها. وماهي علشان توضح ليهم قد إيه إنها خايفة عليهم وإنها بتعمل علشان مصلحتهم، بدأت إنها تدي لكل واحد فيهم 10,000 روبية علشان يقدر يهرب بيهم ويبعد عن المكان لحد ما الأمور تهدى. ولكن الغلطة اللي ارتكبها رميش وارتكبوها كلهم من بعده بإنهم فتحوا تليفوناتهم كانت هي الدليل الوحيد اللي قدر يوصل أفراد الشرطة ليهم علشان يحددوا موقعهم ويلقوا بالقبض عليهم ويكشفوا تفاصيل الخطة الشيطانية اللي كانت محاكاة ضد رجل الأعمال أنكيت شوهان. في الوقت الحالي ماهي وديب كامبال وأوشا راني وراما ورميش تم إيداعهم في السجن لحين تقديمهم للمحاكمة، ولحد اللحظة اللي بصور فيها الفيديو ما تمش انعقاد أي جلسة للمحاكمة ليهم. ولكن المطالبات المتعددة من أخت أنكيت بأن محاكماتهم تبتدي في أقرب وقت
وإن يتم توجيه الاتهام ليهم هم الخمسة بالقتل والتآمر ومحاولة إخفاء الأدلة. الكل في الهند كان بيقول إن دي قضية غريبة جدا، لأن نادرا ما لما حد بيخطط إنه ينهي حياة شخص بالطريقة دي ويحاول إنه يخفي كل الأدلة. بالفعل الأدلة كان ممكن تختفي تماما ومفيش أي حد يكتشف إيه اللي ماهي عملته في أنكيت علشان تتخلص منه وتنهي حياته، وإزاي هي سيطرت على أعضاء العصابة علشان كل واحد يشاركها في الجريمة ولكن بدافع مختلف. بس خلوني أقول لكم إن ده مش الشيء الوحيد اللافت للنظر بالنسبة لي في القضية دي، لأن القضية دي وأنا ببحث عن تفاصيلها افتكرت إن كان في قضية قوية جدا حصلت في مصر من سنة 2012، وإن القضية دي كان فيها تشابه كبير جدا ما بين الطريقة اللي تم بيها إنهاء حياة أنكيت وما بين الطريقة اللي تم بيها إنهاء الضحايا في مصر. وعلشان كده بوعدكم إن الفيديو اللي جاي على قناتي المخصصة للقضايا العربية اللي هيتم عرضه بإذن الله يوم السبت القادم هيكون عن قضية قوية وحصرية مفيش أي حد اتكلم عنها في السابق. هو مش بس ده اللافت للنظر فيها، القضية مهما أطلقتوا العنان لمخيلتكم علشان تتوقعوا أو تتكهنوا بإيه اللي حصل فيها، عمر ما هيخطر على بالكم التفاصيل والحقائق اللي كانت بتدور فيها. للي مش مشترك في قناتي للقضايا العربية أو ما عندوش فكرة بإني عندي قناة للقضايا العربية، هيلاقي اللينك ظاهر عنده في الآي فوق، يقدر إنه يروح يشترك فورا علشان يشوف القضية اللي فيها تشابه كبير جدا ما بين قضية أنكيت وماهي وما بين واقعة حصلت في مصر بالفعل. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا. بشكركم جدا على المشاهدة. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك واكتبوا لي في الكومنتات، هل بتعتقدوا إن كل الخطة اللي رسمتها ماهي علشان تنتقم من أنكيت بإنه رفض إنه يتزوج منها، ولا إنها رسمت الخطة دي لأنه اكتشف العمل المشبوه اللي كانت بتعمل فيه وكانت خايفة من إنه في وقت ما يعيق عملها أو إنه يفضح أمرها للعلن ويخسرها الزباين والعملاء اللي كانوا بيعملوا معاها واللي كان ليهم أسامي وشأن في المجتمع؟ ولو أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتستنوني كل يوم حد وخميس وقصة جديدة. سلام.